أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نجوم ومواهب. بطلة العرض عندنا مفاجأة منورة مسرح قصر ثقافة بورسعيد، الفنانة القديرة هدى هاني. أهلا وسهلا بيك يا فنانة. اهلا بحضرتك واهلا باهل بورسعيد الجمال. طبعا أول ما نقول الفنانة هدى هاني لازم نكون عارفين يوميات ونيس. ايوه طبعا جهاد. حضرتك شرفتينا ونورتي بورسعيد، ربنا وعايزه اعرف من حضرتك كلميني عن روح التعاون اللي خلت مسرحيه نور في عالم البحور تكون بالنجاح العظيم ده. كلمة بسيطة جدا خلت مسرحية نور في عالم البحور مستمرة ل3 مواسم متتالية. وده صعب يحصل. ان هي بس سر بسيط جدا، سر الكون كله الحب، وراه حب. احنا بنحب بعض وبنحسد نفسنا على كل الحب ده، بس الحمد لله الحب اقوى من اي حاجة، وهو في وسطينا دايما، عشان كده المسرحية ناجحة. الحمد لله ان الفنان شادي الدالي طبعا هو ممثل ومخرج مسرحي ومتخصص في مسرح الطفل، قدر ان هو من خلال مسرحيه نور في عالم البحور ان هو يخرج كل الاسر من البيوت وهي جايه تشاهد مسرحيه محترمه وفن راقي، وكمان مش فن ضاحك ساخر، بل بالعكس بتوجه قيم وسلوك للمجتمع. لا، وانا عايزه اقول لك حاجه، مش الاطفال بس اللي بيخرجوا مبسوطين، الكبار بيتبسطوا اكتر من الاطفال. يعني ده اللي احنا اكتشفناه. يعني انا ناس صحابي يجوا او عيلتي او اهلي يجوا يقولوا لي ايه ده، احنا ما كناش متخيلين كده، متخيلين ان هي هتبقى للطفل بقى فقلت لهم لا، ما هو الطفل ده على فكره اذكى من اي حد، والطفل ده لازم نهتم بيه ونعمل له حاجه ما نستهونش بيه ونقول على قد. حتى انا برفض دايما ان لما حد يعمل مسرح طفل يطلع يعمل بهلوان عشان يضحك طفل. لا، انت مثل الدور صح والطفل هتوصل له الرساله. احترام عقليه بالظبط طبعا، لان الطفل ده اذكى ما يمكن، احنا بس اللي مش عارفه ليه عاملين كده. يعني الطفل المصري كمان بيقول لك اذكى طفل في العالم، يعني في احصائيه كده. فانا ناس كتير بتيجي كبار بيستمتعوا اكتر من الاطفال، ده حقيقي. الفنانه هدى، كلميني عن الاعمال السابقه لحضرتك. اعمال كتيره قوي. انا بمثل. اولا انا وقفت على خشبه المسرح وانا عندي 6 سنين في مسرحيه الهمجي مع الفنان القدير محمد صبحي، اللي هو معروف مسرحه عامل ازاي. فانا اتعلمت اسس مسرح صح قوي قوي. يعني انا حتى اقول لهم دايما انا جبت سقف المسرح. يعني الحمد لله. اتعلمت على ايديه، ما هو مدرسه واكاديميه خاصه لوحده. وكملت معاه مسرحيات كتيره، عملنا ماما امريكا وعملنا يوميات ونيس مسرح. كان ليا حظ برضو ان اشتغل مع الفنانه نيلي في مسرحيه وكنت برقص معاها، وده كان شرف عظيم ليا ان انا نيلي نجمه الفوازير ترقص معايا وتسيب لي المسرح وارقص لوحدي. ده كمان اللي خلى حضرتك استعراض. ايوه انا حسينا ان حضرتك برقص وبغني. انا برقص وبغني وبمثل الحمد لله. كل الاطفال كانوا سعداء النهارده بالاستعراض بتاع حضرتك. الحمد لله. لا كان ليا محطات كتيره قوي في التلفزيون. كل محطه كنت يعني ليا الشرف، بس انا مش عايزه انسى من كتر ما هو يعني العطار والليلى والناس، العطار والليلى والناس، العار، الخواجه عبد القادر، يوميات ونيس لوحدها 8 اجزاء. فطبعا الحمد لله كان ليا حظ ان انا اشتغل مع نجوم كبار، ليلى علوي في التوأم. فكان ليا حظ ان اشتغل مع نجوم كبار قوي. واسفه طبعا اكيد نسيت ناس كتير، لان انا عملت مسلسلات كتير. ويوميات ونيس لوحدها كانت مجلد لوحده. فلا كان ليا حظ ان اشتغل مع نجوم كتير كبار ومخرجين كبار قوي. كان اكتر حاجه من اعمالك الفنيه هي فعلا يوميات ونيس، اللي كل جمهور بورسعيد وهو بيتصور مع حضرتك بيقول لك يا جهاد يا جهاد يوميات ونيس. ايوه ده. ويعني واكتشفت كمان يعني ونيس من حاجه 20 سنه، فاكتشفت ان لسه في اطفال بيتفرجوا وبيجيين لي مخصوص يقولوا لي وراسمين لي في طفل جميل جاي راسم لي شخصيه هدى هاني، وان هو اتعلم مني في ونيس والتمثيل. فيعني انبسطت قوي ان لسه الاجيال الجديده بتتفرج. ده مهم، لان ونيس دي لوحدها مجلد تربوي. ده طبعا ده اكيد، لان فعلا كانت بترشد كل المجتمع للسلوكيات، وكانت حتى الكبار جدا. حتى الكبار. ومع ذلك كان برضو دمها خفيف طبعا. وكانت يعني مش متنشنه كده. لا دي اثرت في مصر والوطن العربي كله. يعني انا حتى كل ما اروح بلد عربيه شقيقه بلاقي ان هم حافظين المسلسل وبيحبونا جدا، فبتبسط ان ده يعني واصل للمستوى العربي، العالم العربي كله، الوطن العربي.
عايزين نسأل حضرتك، يا ترى في أعمال في شهر رمضان الكريم؟ للاسف لا، انا حظي بيبقى وحش، لان انا دايما مش من النوع اللي بتحرك كتير يعني، او لما بيتعرض حاجات برضو ساعات يعني مش عايزه اتواجد لمجرد تواجد، لان انا دايما لازم يبقى في حاجه تحركني، لازم يبقى في يعني الدور هنا في المسرحيه حبيته، فلازم احب الدور عشان انزل. فلو لقيت الدور لمجرد كده ان انا ابقى موجوده، لا ما بقبلش، حتى لو مع اعظم حد في الدنيا، بس لازم انا ابقى حابه اللي بعمله. فللاسف لسه ما صادفنيش الدور اللي ينزلني. حضرتك حبيتي الدور، ومسرح قصر ثقافة بورسعيد حبك جدا الحمد لله. وتشرف بحضورك ربنا عليه، يخليكي، ميرسي. ومبسوطين وسعداء جدا باللقاء بتاع اشكرك حضرتك، اشكرك. ونتمنى انه تشرفونا في مسرحيات كتيرة للطفل وغير الطفل على ان مسرح شاء الله. ثقافة قصر بورسعيد. شكرا.